السلام عليكم ورحمة الله وطابت أوقاتكم. قال لك نعم سيدي، هاتوا المغرب وهاتونا بالمغرب وآتونا بالمغرب. المنتخب الوطني المغربي رقم 2 أو حرف باء، إلا ما نقول لك ثاني ولا ثالث، يفوز على المنتخب الوطني السعودي الأول. المغاربة كما هو معلوم ومعروف، أسود الأطلس، سبوع عبد الرجال المغربية، أحفاد طارق بن زياد وأحفاد يوسف بن تشفين، أبو يعقوب المنصور الموحدي. ما كيعرفوش المستحيل، تحديات وفي أي حاجة كون خلوها القضية ساكتة كما نقولوا، كتكون الأمور عادية واللي يربح الله يسهل عليه. كما هو معلوم المغرب قوة كروية عالمية صاعدة، لعب نصف نهائي كأس العالم بقطر، فاز بكأس العالم للشبان. الفتيان كيلعب ربع النهاية ديال كأس العالم مرتين متتاليتين، وخرج امام بلد كروي معروف اللي هو البرازيل، ماشي شي منتخب عادي. لهذا كان على الاقل يحترموا المغرب وكرة القدم الوطنية المغربية. المغرب راه قوة كروية عالمية، فهمتي. المغرب عنده باع طويل في كرة القدم، وماشي مثلا مع احتراماتي لاصحاب العقول الراقية من الجمهور السعودي. السعودية غير البارح عرفت كرة القدم، ماشي قديم. راه أول مباراة بين المغرب والسعودية سنة 82، المغرب فاز على السعودية ب 13 هدف مقابل هدف واحد. لهذا كان عليهم يحترموا المنتخب المغربي بزاف، ولو أن المغرب ما مشاركش المنتخب الوطني الأول، مشارك منتخب ثاني ولا نقولوا ثالث، لأن كيعرف بزاف منتخب ثاني، كيعرف بزاف ديال الغيابات. الناس راه عارفة، الجمهور الرياضي المغربي عارفين شنو كاينه. لهذا كنشكركم بزاف، ولو اني غيبت مده طويله على الفيديوهات كذا، ولكن استفزتني هاد الكلمه والتعليقات بعض السعوديين، الفيديوهات ديال هاتونا بالمغرب واتوا بالمغرب وكذا وكذا، كيعلنوا التحدي، وصعيب عليكم باش تحدى المغرب والمغربي. راه المغربي اصلا رجل التحدي، فهمتيني ولا؟ واحد كيوليو فيه 10. المهم مبروك المنتخب الوطني المغربي التأهل، وحنا مستعدين نواجهوا الأشقاء العرب مرة أخرى، وهارد لكم منتخب سعودي، وألف تحية وسلام للعقول الراقية من البلدين، المغرب العقول الراقية من السعودية، لأن ما نحملوش المسؤولية للكل. لهذا كنشكركم بزاف، والسلام عليكم، وألف تحية وسلام لكم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله.